وانت مش عارف تنتظم في الصلاة، بس معلش ما تزعلش مني. لو انا 5 مرات في اليوم قلت لك هتعدي عليا اديلك 100,000 جنيه في ال5 مرات دول، واديتك مواعيد ال5 مرات دول، بالله عليك هتفوت ميعاد؟ ده انت قبل الميعاد هتبقى ظابط نفسك وجاهز ومحضر حالك وايه، ومستني كمان الميعاد يجي علشان تيجي بسرعة وتاخد الفلوس ما تتأخرش. والله سبحان الله. فما تجيش تقول لي انا مش عارف انتظم في الصلاة، يعني فلوس تقومك وتخليك تعمل كل ده، لكن الصلاة وتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ما تقومش؟ يا جدع عيب، والله العظيم عيب. انا بقول لك الكلمتين دول عشان تقفش نفسك كده وتحط نفسك قدام الامر الواقع. لا، قوم اقف، قوم اقف صلي يا ابني. فلوس راحت عليك مش مشكلة، طيارة راحت عليك مش مشكلة، الامتحان راح عليك مش مشكلة، الصلاة لو راحت عليك دي مصيبة. يا ابني انت مش فاهم ان انت تسيب الصلاة اكبر من الزنا، واكبر من شرب الخمر، واكبر من اكل لحم الخنزير، اكبر من كل دول ان انت تسيب فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة دي انت بتقف قدام ربنا، مش عايز تقف قدام ربنا، عايز تاخد فلوس ازاي؟